طيب الحقيقة عالم السماعات الصغنطوطة اللي بنلبسها دي متطور وسريع وفيه منافسة قوية جدا مؤخرا. من فترة تانية كده هنحاول ندي فرصة لشركة من الشركات الجديدة اللي لسه عندهاش الرولز بتاعت الشركات العاديه، ممكن تعمل لك سماعات ملونه عادي، في ان هي تنزل لك سماعه صغنطوطه خالص كده اصليه، مش شركه، مش كوبي ولا فيك ولا حاجه، وب 650 جنيه تقريبا. لا هي صغيره قوي يا جدعان، هي قد حجرتين قلم، وفئات تانية بمواصفات اعلى وتصاميم مختلفه واسعار منافسه. شبابنا عاملين ايه يا شباب؟ خلينا سوا كده ايه نحاول نشوف الشركه دي عشان تبقى ناجحه في السوق وتنافس مفترض تعمل ايه، وممكن يبقى ناقصها ايه في السماعات دي، وتركز على انهي واحده فيهم. طيب بسم الله، الشركه دي نازله بفئات كتير مختلفه في الاسعار وفي الامكانيات. انا شخصيا بعد تجربتي كده هختار منهم من كل فئه حاجه، وبصراحه انا ما اقدرش ما اختارش دي، يعني دي لازم تبقى معانا في القصه. انا ما شفتش سماعه بالحجم ده في حياتي وبالخفيه دي. ماشي، خلينا نتكلم واحده واحده. ايه هي معاييرك لاختيار سماعه مريحه تقدر تستخدمها بشكل تفضيلاتي الشخصيه في السماعه؟ اول حاجه انها تبقى خفيفه. انا ما احبش الكلكعه بصراحه، كفايه ان معانا باور بانك والشواحن والموبايل، زائد ان تصميمها هيبقى مطفي. هم حتى كان عندهم سماعات بعتنها لي تصميمها لامع وبتاع لونها ابيض كده، ما اللي اخترتهم هنا هم تصميمهم كلها مطفيه. مطفي اللي هو عارف ما بيبصمش، تحس ان الخربشه ما بتبانش فيه قوي، وناعم كده وشكله ما بيقعدش يعكس الاضواء. والتلاتة اللي اخترناهم من 3 فئات مختلفة ب3 اسعار مختلفة، خد بالك فيها رخيص متوسط وفلاج شيب. التلاتة مطفيين وهم محافظين على السياسة دي عادي. حتى السماعة نفسها من جوه ما بتلمعش، فردة السماعة يا باشا لا مؤاخذة نفسها خفيفة قوي. انا ما اعرفش هم عاملين ايه. نقطة برضو معلش، انا عارف ان هي شوية دلع، بس انا مهم بالنسبة لي جدا في اي سماعة مني اسمع يا باشا الكليك. آه الصغنطوطة يعني عشان برضو معلش الفئة السعرية، بس ان هو حط لك في حاجة ما جبهلكش في كيسة، يعني مش احسن حاجه بصراحه. بس لو نقارنها خد بالك بحاجه زي مثلا الساوند كور، فاكرين الساوند كور؟ عشان هي دي على فكره واحده من اقوى السماعات في الفئه دي، كنت اخترتها في الفيديو بتاع الفرق بين السماعه الغاليه والسماعه العاديه لو فاكرين. كان عندي مستفز قوي موضوع ان هي، واكيد مش مقبول بالنسبه لي نهائي ان انت تبقى داخل في السوق ده تنافس وتعمل لي اي حاجه غير مدخل يو اس بي سي في الكيس بتاعتك عشان هتتضرب بالنار. مقاومة المية هي بالنسبة لي مهمة شوية، لأن موضوع العرق ولو أنا بتمرن بيها أو كده. عموما هما التلاتة برضو موجود في مقاومة الرذاذ للمية عادي، يعني لو الدنيا شتت ولا حاجة يا باشا خلص. مهم برضو بالنسبة لي إن هي السماعة يبقى عندها هوية. أنا ما بحبش السماعات اللي شبه الإيربودز يا جدعان، كفايه الله يكرم. انا مش عاوز يبقى شكلي لابس ايربودز يا سيدي، انا عاوز سماعه لها هويه بتاعتها عادي، يبقى ليها الوان مثلا مفضله بالنسبه لي، شكل الديزاين بتاعها جيمنج شويه، شكل الديزاين بتاعها سلس شويه، تفضيلات شخصيه كده، ما يبقاش كل حاجه واحد وكله بيحاول يبقى معاه اغلى حاجه. هنا هم عاملين الموضوع ده في كذا سماعه، في سماعات منهم قريبه من الايربودز جدا كشكل من جوه، باختلاف طبعا الالوان. انا بصراحه مش فان للقصه دي قوي، بس في سماعات تانية واخده هويه وشكلها خطير. السماعه دي بتفكرني بالسماعه اللي سامسونج لسه منزلها، هتلاقيها بتاع 8000 جنيه، واحده من احسن تصاميم السماعات اللي في الفئه السعريه دي. ده غير ان هي اصلا سماعه متكامله، هنيجي للقصه دي قدام. ماشي يابا، كل الكلام ده كلام جميل وتصميم وشكليات وحاجات، عاوزين يابا الصوت بقى نفسه والمايكات والقصه دي. طيب خلينا نحكم مع بعض بقى على جودة الصوت من الاختبار الخاص بينا، ويعني براءة الاختراع اللي عملناها في الفيديو المفصل. وعشان نقدر نحدد، انا بصراحة كنت مختار الساوند كور ان هي افضل صوت في الفئة دي، بس بأمانة في مفاجآت حصلت في القصة دي بعد شوية الاختبارات اللي عملتهم. احنا هنقارنها طبعا بالفئة الاقرب ليها، خليكم تسمعوا برضو وتحكم وتشوفوا القصة فيها ايه. الاختبار ده يا سيدي بيتعمل في اوضه معزوله كويس جدا. السماعات بتدخل في انبوبه دقيقه عشان تعزل كل الاصوات اللي حواليها كانها في ودنك، وعندنا مايك كده بيسجل بدقه عاليه جدا وديناميك رينج واسع، بيسمع من الجهه الشمال مره والجهه اليمين مره. وفي المونتاج بقى بندمجهم عشان نحاكي كاننا لابسين السماعتين بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي بصراحة كانت مفاجأة بالنسبة لي شوية، لأن أنا كنت سامع الساوند كور لوحدها كنت حاسس إن هي فعلا توب في الفئة دي. اتفاجئت شوية بصراحة بالبي 60. صوتها موزون أكتر والبيس فيها أوضح بكتير. شباب عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا اي حد لحد الان ما ضغطش لايك للفيديو ده ويعمل اشتراك للقناه، ما فيش لا سماعه ولا مايك ولا اي حاجه هتشتغل ولا هتظبط معاه، لان هي بتبقى نوايا. لو حبيت تعلى بالفئة شوية بقى هتروح لواحدة من أكتر السماعات المتكاملة اللي أنا شايفها في الفئة السعرية دي، وهي ال S60. السماعة دي أنا شايفها متكاملة ليه؟ هي يا جماعة من كل الحاجات اللي أنا شخصيا برتاح لها. زي ما قلت لكم، تصميم خفيف مطفي، بطارية كبيرة، لها هوية وفريدة من نوعها كده كشكل، ماجنتيك عبقري، صوتها موزون جدا جدا وبتنافس في الفئة السعرية. برضو الساوند كور مسيطرة عليها، لابد تحطها في الاعتبار. هقارن لكم الصوت الوقت برضو بينها وبين سماعة في نفس الفئة. انا متخيل ان اللي خلى السماعه دي متكامله قوي هم شالوا منها النويز كانسليشن. انا ما اعرفش هم عملوا كده ازاي، يعني هي برضو ما بقول لك الشركات الجديده هي اللي ممكن تريسك. انت دلوقتي اي حد يشوف سماعه من غير نويز كانسليشن ما بيختارهاش بدون سبب. هو لو فكر عاوز اعرف منكم تفضيلاتكم الشخصيه، موضوع النويز كانسليشن ده بيفرق معاكم قوي ولا هي فيتشر عشان تبقى جامد وخلاص؟ لان انا بحس زي ما اتكلمنا في فيديو المفصل برضو ان النويز كانسليشن في السماعات اللي من النوع ده عموما مش اقوى حاجه. وعشان تجيب حاجه قويه فيها نويز كانسليشن فعلا هتوصل لسعر مبالغ فيه جدا زي البيتس مثلا. لو فاكرين، لو شلتها لي وعملت لي مايكات نظيفه انا اكون شاكر ليك جدا في عرق القبعه. السماعات دي على فكره فيها نويز كانسليشن عادي، بس انا بتكلم معاكم ان جنرال. لما شالوه قدروا ان هم يعملوها متكامله اكتر، وفي النهايه سعرها كويس، هو ده اللي احنا عاوزينه. فيها عزل اثناء المكالمات، المايكات بتاعتها كويسه، صوتها موزون اكتر، الكيس بتاعها كويس، بطاريه. لو عاوز تعلى بقى بالفئه خالص هتروح لتصميمه عبقري، شكله برضو فريد واخد هويه كده، بدات تبقى تقيله بقى، البطاريه تبقى اكبر، بقى فيها LED. انا بشوف ان هي مش افضل صفقه فيهم بصراحه. هي حلوه لو واحد عاوز تجيب حاجه فانسي، لكن السماعتين التانيين صفقات افضل بكتير. ماشي كده، احنا قارنا صوتها بصوت المنافسين. عاوزين بقى نقارن الفئات نفسها، يعني عشان انت لو بتحدد وبتشتري اشتري انهي فئه فيهم، هل في فرق في الصوت فعلا؟ الفئه المنخفضه، الفئه المتوسطه، والفئه العاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاجه كمان بقى مهمه طبعا، البطاريه. انا مش عاوز سماعه من دي توجع دماغي خالص، لان انت اصلا انا جايب لك انت اصلا سماعتين محطوطين في علبه مخصوص عشان تشحنكم. مهم جدا البطاريه تبقى كويسه. الثلاث فئات بصراحه بطاريتهم عبقريه. ممكن الوحيده اللي يمكن عليها شويه كلام هي الصغنطوطه خالص دي، لان الكيس بتاعها يدوم، بس انا اخر مبسوط بيها. بص، صغنطوطه وخفيفه، ما تتوقعش منها اي كواليتي. طبعا هي الكواليتي بتاعتها بسيطه خالص. 650 جنيه ما فيهاش حتى الزرار اقتران، ما فيش مكان في مجرد ما بتفتحها بتظهر في البلوتوث يا باشا على طول وخلاص. طيب نهايه مع شويه تفاصيل بقى، انا بصراحه عاوز اعرف برضو انتوا شايفين فيهم ايه؟ هل قصة العلبة ومحتوياتها مهمة ان الشركة تبدأ تخلي بالها منها حتى لو هتيجي على السعر شوية، ولا موضوع العلب ده عادي يا باشا، اي علبة وخلاص وظبط الكلام؟ انا كده بحط بركن العلبة وخلاص، مش لازم يعني تجيب لي تبات محطوطة مرصوصة واحدة بواحدة زي صاحبك ده وفي الاخر يقوم ضارب لك رقم. اكيد انا مش عاوزك تجيبها لي في قرطاس يعني، بس برضه في نفس الوقت هم عاملين كده هنا شوية، هم ماسكين العصاية من النص، لا هي عالية قوي ولا هي قليلة قوي. كان ممكن بس يحطوا التبات اللي في حاجه مثلا ما اعرفش يعني، لان هي جايه محطوطه كده في العلبه كده. كل السماعات جايه في نفس العلب مع اختلاف الفئات.
اكيد انا لما بحب ادفع سعر اغلى عاوز اخد تجربه احس ان انا يعني متروق عليا شويه. موضوع السوايبس بقى وان انت تتحكم فيها عن طريق الجيستشرز والكلام ده، انا مش فان القصه دي وكلمتك فيها قبل كده. احب ان يبقى في ازرار حتى لو صغنطوطه خالص، لكن الحقيقه ان مفيش اي منافسين في الفئه دي لقيتهم حاطين ازرار، وهم هنا عاملين نفس القصه. ضغطتين تعمل بوز، ضغطه مطوله تسويتش بين اوضاع الصوت. لو انت مثلا في سماعه منهم فيها نويز كانسليشن بتسويتش بين النويز كانسليشن، او بتروح للدولبي اوديو ترجع للبالانس اوديو. وتقدر طبعا تتحكم في السوايبس دي عادي جدا من خلال تطبيق عندهم، تطبيق عادي يعني. وتقدر طبعا تخصص وتعمل بقى كاستم بروفايل ليك لو هي حاسسها ان هي البيز فيها عالي شويه فتعدله، تربل فيها مسرسع شويه فتظبطه. بس التطبيق محدود لسه، يعني سماعات معينه بس اللي بتشتغل عليه، دي بتشتغل عليه، البرو بتشتغل عليه، لكن البي 60 ما بتشتغلش لسه، مش مدعومه عليه. الشركه دي يا سيدي هي شركه اتش ام دي، هي شركه اوروبيه. عاوزكم تقولوا لي عشان الشركه هتشوف الفيديو ده، هتشوف التعليقات، تشوف هي فعلا محتاجه تشتغل على ايه، تركز على انهي فئه في دول، ناقصهم ايه، احتياجاتكم انتوا الشخصيه ايه. بس على ما استنى اسمع منكم بقى. انا كده خلصت. اتفضل انا رايح بقى انا من هنا.